تعالى اقول لكم النهارده على طريقه تانية خالص غير البطاطس البيوريه بالبيض. هعمل معاكم النهارده طريقه للبطاطس بالبيض بمنتهى السهوله وطريقه مختلفه جدا وطعمها كان خطير جدا. اول مره النهارده هنعمل مع بعض وصفه من الوصفات الاقتصاديه، تنفع في الغداء، تنفع في الفطار، تنفع في العشاء، ممكن كمان تعمليها سندوتشات للولاد. يلا مع بعض النهارده اوريكم شكل البطاطس بالبيض المختلفه اللي مش هي بطاطس بيوريه. وصفة النهاردة من الوصفات السهلة السريعة. لو بتشوفوا الوصفة لأول مرة أو بتتفرجوا على القناة لأول مرة، أنا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلوا كل الوصفات الجديدة إن شاء الله. وما تنسيش لو الوصفة عجبتك تنزلوا تعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الوصفة كانت ايه وعملناها ازاي مع بعض. اول حاجه حطيت البطاطس بتاعتي بتكون مكعبات متقطعه تقطيعات صغيره عشان تستوي كويس في معلقتين من الزيت، وبعد كده حابه انك تضيفي مع مكعب زبده او معلقه سمنه براحتك زي ما انت عايزه. باخد البطاطس تشويحه كده، عشان كده قلت لكم لازم البطاطس تكون متقطعه تقطيعات صغيره وبتبتدي تلون معايا. اهم حاجه ان البطاطس ما تكونش فوق بعضها، تكون كلها على جدار او على السطح بتاع الطاسه. اول ما بتبتدي تلون معاكي كده هنبتدي بقى نضيف لها بقيه الحاجات اللي هحط لها. اول حاجه في الوصفه او اساسيه في الوصفه الزعتر. الزعتر بيدي ريحه حلوه جدا للبطاطس. هحط كمان بصله متقطعه مكعبات صغيره خالص. انا استخدمت هنا البصل الاحمر لانه بيدي تسكيره حلوه للوصفات اللي زي دي. كمان هضيف فصين كبار من الثوم، فلفل اسود، وهحط حاجه بسيطه جدا من الملح. التوابل اللي هحطها بحطها كلها على اوقات من الطبخة، ما بنزلهاش كلها في وقت واحد. فصين كبار من التوم متقطعين مكعبات صغيرة خالص، وبرضو هشوح كل ده. عايزة ريحة البصل والثوم يطلعوا مع الفلفل الاسود والزعتر. بصوا البطاطس ابتدت تاخد تلوين حلو قوي معايا، وده اللي انا حباه. ما نزلتش البصل في الاول ليه؟ لان البصل هيستوي اسرع من البطاطس وهيتحرق معاكي وهيبقى شكلها مش لطيف. فالطبيعي ان ننزل باصعب حاجه بتاخد تسويه، وهي كانت البطاطس في الوصفه، وبعد كده انزل بقيه المكونات. طبعا ممكن تتاكل كده عادي لو لو بردت شويه وحطينا عليها معلقتين مايونيز وشويه شبت هيبقوا سلطه بطاطس تحفه جدا. لكن انا عايز اعملهم زي طبق كده، مش سلطه، طبق اساسي. حطيت نص كوبايه من الميه علشان اكمل بقيه تسويه البطاطس طبعا. وهبتدي بقى، عندك فلفل اخضر، عندك فلفل ملون، فلفل حامي، هي لما بيتحط لها جزء من الفلفل السبايسي بيبقى طعمها حلو قوي. كمان حطيت نص معلقه من معجون الطماطم. في فرق بين معجون الطماطم وعصير الطماطم. المعجون ده اللي هو بتاع البرطمانات الجاهزه، ولازم انزلها على البتاع، تاخد الوصفة تاخد تقليبة منها، يبقى يخرج منها المادة الحافظة بتاعتها، ومنها كمان تاخد البطاطس بتاعتي لون. ونزلت معلقة من السمنة البلدي كده حلوة تدي طعم للوصفة بتاعتنا، طالما مش حاطين بقى لحمة مفرومة ولا مكعبات فراخ ولا اي حاجة من الحاجات دي. بقى لونها وردي كده وبينك. ليه نزلت الفلفل في الاخر؟ علشان خاطر الفلفل ما يتهريش. في وصفات انا ما بحبش انزل فيها الفلفل في الاول، لان الفلفل لما بينهري ما بيبقاش طعمه حلو وما بيبقاش فيه قيمة غذائية. هعمل بقى زي حفر كده في البطاطس، وبعدين انزل البيض. طبعا هتنزلي البيض على الاعداد اللي انت عايزاه. طيب ممكن جدا بعد ما اخلص الوصفة ما كملهاش في قلب الطاسة، واحطها وانقلها في اي صينية بتاعتي او طبق بايركس، وادخلها الفرن تكمل تسوية البيض بتاعي. وفي الاخر خالص احط رشة جبنة موتزاريلا. بس هنا بما ان احنا قلنا ان الوصفة اقتصادية، فمش هندخل فيها حاجات تكون تكلفتها عالية. هستغل البيض بس مع البطاطس. والحقيقة كان طعمها خطير جدا وكان طعمها في منتهى الجمال. وتغيير بقى عن البطاطس البيوريه اللي دايما بنحط لها البيض، وصفة مختلفة وكان طعمها حلو. هحط بقى رشة بسيطة من الفلفل الأسود مع الملح بتاعي،
وهغطي الصينية علشان اتأكد ان البيض بتاعي استوى. بس انا كمرمر بحب انغز الصفار كده لان بحبه يستوي، ما بحبوش يبقى مقفول. وطي عليها بقى خالص تستوي براحتها من فوق ومن تحت علشان خاطر يبقى البيض مستوي كامل. وصفتنا النهاردة كانت بسيطة اهي، سهلة، مكوناتها اقتصادية، موجودة فعلا في قلب البيت، جنب عيش بقى وطماطم مخللة، يعني الطعم هيبقى خطير جدا. زي ما قلت لكم الوصفة دي تنفع في غدا وكمان ممكن تنفع في العشاء. رشة بسيطة بقى من الكزبرة الخضراء او الشبت، وده كده بيكون شكل الطبق بتاعي بعد ما شربت الصوص اللي كان فيها والبيض بتاعنا استوى. كان طعمها خطير جدا. عملت معاكم النهاردة بيض بالبطاطس او بطاطس بالبيض بطريقة مختلفة جدا. تعالوا بقى اما نطلعه كده ونشوف شكل البيض بتاعنا والبطاطس بعد ما استوت عامل ازاي. الزعتر مع البيض والبطاطس مدين، وكمان التوم والبصل مدين الأكلة طعم وريحة في حتة تانية خالص. جربوا الوصفة، ولو عجبكم الفيديو تنزلوا تعملوا لايك دلوقتي واشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل الوصفات الجديدة والاقتصادية. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ. السلام عليكم.